تفتكروا بقى مين فيهم احسن واحد بيعمل كبده اسكندراني؟ الفلاح، ابو حلمي، صالح فتوح، عم امين، ولا الحرش؟ السلام عليكم، اهلا بيكم فيديو جديد مع احمد الشريف مع الجزء الثاني من سلسله احسن كبده اسكندراني. طبعا يا جماعه انتوا عارفين ان انا اسكندراني واكيد عارف معظم الترشيحات اللي انتوا قلتوا لي عليها في الحلقه اللي فاتت، بس انا كنت قاصد افصل محلات الحلقه اللي فاتت عن محلات الحلقه بتاعت النهارده، عشان كانوا هم دول المفروض ان هم الوحيدين اللي بيبيعوا كبده بلدي، على عكس بقى المحلات بتاعت النهارده احنا عارفين طبعا ان هي مستورده او مجمده، ومش فير ان انا اجيب سندوتشات بتبدا من 30 جنيه مع سندوتشات بتبدا ب 8 جنيه. في كلام بقى لحد كده، ونبدا باول واحد معانا وهو ابو حلمي بسعر 12 جنيه. طبعا ده اغلى سندوتش عند ابو حلمي، والاسعار عند ابو حلمي بتبدا من 8 10 و12. طبعا انا جبت من عنده اغلى سندوتش، وهجيب من كل المحلات اللي هروح لها اغلى سندوتش عشان اشوف هم اقصى حاجه يقدروا يعملوها ايه. نفتح كده ونشوف. طبعا هو مقسم الساندوتش هنا على نصين، بس الحشو الحقيقه فيه يعتبر حلو جدا مش وحش، وبيجي طبعا معاه برده ليمونه وكيس مخلل. طبعا انا جبت سندوتشين وهجيب من كل الناس اللي هروح لهم من سندوتشين عشان نخلي واحد في الاخر نشوف مقارنات الحجم بينهم عامله ازاي. طبعا انا قررت النهارده انزل اصور الحلقه دي في الشارع كده عند كل محل لوحده عشان تبقى الكبده سخنه وما ياثرش ده على الطعم خالص. يلا بينا ندوق. دوق كده بقى نقول بسم الله. بصوا طعمها حلو، طعم التتبيله بتاعتها الى حد ما حلوه، ما هياش اوفر قوي، طعم التوابل شغاله الى حد ما، مش باينه قوي مش قويه قوي، ودي حاجه انا بالنسبه لي ما بتعجبنيش قوي، بحس ان الكبده كده بلان خالص، محتاجه توابل اكتر اقدر استطعم بيها. فهنجرب بقى كده بالليمون، نشوف بقى تبقى عامله ازاي بالليمون. طعمها طبعا احسن بكتير قوي بالليمون، بس انا في الاخر الحقيقه شايف ان هي حلوه، ما فيهاش حاجه تقفل، ما فيهاش حاجه بتشد، ما فيهاش طعم زفاره باين، بس في الاخر لا ما انبهرتش قوي، حاسس ان انا ممكن الاقي احسن بعد كده. هيبان معانا في اللي جاي هي حلوه قوي ولا لا. يلا نروح للي بعده. الفلاح اشهر واحد عندنا في اسكندريه، النص رغيف ب 9 جنيه، يعني الرغيف الواحد واقف عليك ب 18 جنيه. يلا بينا نشوف من جوه عامل ازاي. جايب قرن فلفل وليمونتين. الساندوتش من جوه يعتبر كحشو اقل شويه من عند اللي كان موجود في ابو حلمي، النص رغيف هنا لا طويل شويه، بيعمل رغيف الا ربع من عند ابو حلمي، فيعتبر كده الكتره اللي كانت موجوده في الحشو متعوضه شويه في الطول، بس اهم حاجه بالنسبه لنا الطعم. ندوق كده نقول بسم الله. طعمها الحقيقه بالنسبه لي انا احلى بكتير من ابو حلمي، كبده هنا الحقيقه اطرى بكتير جدا، طعم التتبيله اللي معمول بيها التوم بتاعتها والكزبره الطعم فيها واضح قوي واعلى بكتير جدا من اللي كانت موجوده في ابو حلمي، حلوه ما تقفلكش. حشو بس هنا يعتبر اقل شويه، يعني في القطمه كده بحس ان العيش لا غالب شويه على الكبده. نشوف كده بالليمون. تحفه جدا بالليمون الحقيقه. فالفلاح لغايه دلوقتي كده الحقيقه لا انا شايف الساندوتش بتاعه الحقيقه حلو جدا، ما فيهوش اي حاجه وحشه او اي حاجه تقفلك، ممتاز جدا. اعلى شويه من ابو حلمي، بس الاثنين لغايه دلوقتي لا ما فيهمش حاجه تقفل او حاجه وحشه. نروح بقى للمكان اللي بعده وهو الحرش. سعر الرغيف عنده عامل 10 جنيه وعنده حجم تاني ب 8 جنيه. يلا بينا نشوف من جوه عامل ازاي. جايب معاه كده ليمون وفلفل ولافف كل رغيف لوحده. اما بس الساندوتش من جوه الحقيقه الكبده حجمها مش كتير قوي وفيها فلفل كمان كتير، على عكس اللي فات كان الحشو يعتبر مليان اكتر والفلفل مش موجود تقريبا. اما بقى بالنسبه للحجم فده كده يعتبر اللي هو بتاع الحرش ابو 10 جنيه الرغيف كامل، وده النص بتاع الفلاح تقريبا نفس الحجم بالظبط، فكده يعتبر ان الفلاح مش بايع النص، يعتبر بايع رغيف بس حجمه طبعا كبير جدا يعني. وده كده برده النص بتاع ابو حلمي يعتبر برده كبير شويه، فكده في مقارنه الاحجام لا الحرش بيبيع الرغيف ب 10 جنيه، لكن حجمه الحقيقه يعتبر صغير جدا كحشو وكحجم. ندوق بقى الطعم، اهم حاجه نقول بسم الله. حلو قوي، انا بالنسبه لي احلى من الفلاح كمان. كبده الحقيقه طريه جدا جدا جدا، طعمها حلو قوي، التتبيله بتاعتها بصراحه لحد دلوقتي احلى تتبيله من كل اللي جم، احلى من الفلاح بحبه حلوين واحلى من ابو حلمي بحبه كتير قوي، طعمها خرافي ومن غير ما احط حتى نقطه ليمون. وهشوف كده بالليمون عالميه الحقيقه. انا بالنسبه لي الحقيقه بغض النظر عن موضوع الحجم ده كطعم كبده الحقيقه احلى طعم فيهم. الحشو مش كتير قوي مثلا زي بتاع ابو حلمي اللي يعتبر كان اكتر قطمه فيها كبده في الاكل، ولكن انا هنا مش حاسس ان العيش غالب على طعم الكبده زي ما كان موجود عند الفلاح، لا العيش هنا مع الكبده متوازنه جدا، يعني ساندوتش مظبوط، ما هوش فاضي، مش حاسس بطعم الكبده ولا هو مليان حاسس بان الكبده زياده، مظبوط على الشعره يعني. تعالى بقى نشوف اللي بعده هيعلي على الحرش ولا لا. يلا بينا. صالح فتوح سعر الرغيف عنده ب 15 جنيه، وعنده احجام بتبدا من 10 لحد 12، وعنده كمان فينو وباتيباني. نفتح كده ونشوف عامل ازاي. طبعا هو كده في الكيسه مش جايب معاه ولا مخلل ولا فلفل، هي بس مجرد ليمونه واحده. ساندوتش الى حد ما كحجم حلو، بس كحشو انا حاسه مش مليان قوي على 15، يعني لما هو عنده ب 10 وب 12. ان هو قال لي ان حجم الساندوتش عنده كرغيف فينو واحد، فرق في الاسعار كلها في كميه الحشو اللي جوه. ده مثلا كده بتاع الحرش لو هنقارنه بيه يعني فرق بسيط جدا، فتمام. نقطع بقى كده الحته دي عشان دي كده فاضيه، ونشوف بقى الطعم عامل ازاي. نقول بسم الله. بصوا طعم التتبيله بتاعتها حلو مش وحش طبعا، بس لا اقل شويه من الحرش، ممكن كمان يعني زي الفلاح كده او اقل حاجه بسيطه. الكبده فيها طري بس وقعت معايا كده حته او حتتين بتشد شويه، بس انا حاسس في الاخر ان السعر ده لا السعر ياما طبعا، يعني ده كده لو هياخد تصنيف هياخد تصنيف اقل عشان سعره عالي. انا شايف ان هو ما يفرقش كحشو كده في اي حاجه عن اللي كان موجود في الحرش او كان موجود في الفلاح، مفيش مبرر ان انا ادفع 5 جنيه او 6 جنيه زياده وحاسس ان مفيش فرق ياما يعني. شوف كده بالليمون طيب. دوق نقول بسم الله. هي بالليمون حلوه قوي بصراحه.
بصوا لو حررت لغايه دلوقتي كده بالطعم، فلا اعلى واحد كان الحرش. الفلاح وصالح فتوح حاسسهم يعني زي بعض كده حبه، مع ان انا هميل للفلاح اكتر عشان سعره اقل طبعا. اقل لهم خالص لغايه دلوقتي ابو حلمي. تمام. تعالى بقى نروح لاخر مكان واكتر مكان عليه شعبيه بس مش كل الناس تعرفه، وهو عم امين. سعر اغلى رغيف عنده 8 جنيه، وعنده كمان واحد تاني ب 6 جنيه. ده كده يعتبر ارخص حاجه معانا في الحلقه كلها. طبعا عم امين عنده فروع كتيره جدا في سموحه وفي المنشيه، بس انا بحب جدا العربيه اللي عند كوبري محرم باب وثلاث عيون، دي الكيف بتاعي يعني. تعالى بقى نشوف بس السندوتش من جوه عامله ازاي، يلا بينا. طبعا هو لف الاثنين مع بعض كده وجايب معاه ليمون بس. ساندوتش الحقيقه من جوه يعتبر مليان جدا، حشو فيه الى حد ما حلو مش وحش خالص. اما حجم الرغيف يعتبر الى حد ما زي الناس كلها، يعني مثلا ده كده بتاع عم امين وده كده بتاع صالح فتوح. صالح فتوح اكبر شويه بس ده ب 15 جنيه وده ب 8، وده برده نص الفلاح بتاع 9، وده كده بتاع عم امين. يعني حاجه بسيطه قوي لعم امين. نخش بقى على اهم حاجه الطعم ونقول بسم الله. طعمه الحقيقه حلو قوي قوي قوي. كبده طريه جدا ما فيهاش اي حاجه بتشد. التتبيله بتاعتها طبعا وحجم الحشو فيها مع العيش محترم جدا جدا، ما فيهاش غلطه الحقيقه. شوف كده بالليمون. خلاص السندوتش صراحه بيرفكت، طعم بصراحه حلو جدا. تعالى بقى نروح بقى الترتيب النهائي واقول لكم مين فيهم الاحسن بالنسبه لي، يلا بينا. المركز الخامس والاخير بالنسبه لي الحقيقه ابو حلمي. طعم الكبده فيه ما مش هيقفلكش مش وحشه، لكن لا كطعما وكتتبيله وكعيش وكله لا اقل بكتير من اللي يكون في الحلقه كلهم الحقيقه. المركز الرابع بقى واللي بعديه صالح فتوح. طعم الكبده احلى بكتير من ابو حلمي بحبه حلوين كمان، ولكن كقيمه سعر قصاد الحشو قصاد الناس اللي جت في الحلقه كلها لا اقل بكتير منهم، وفي الطعم كمان شويه. يجي بعدين من الفلاح في المركز الثالث. طبعا الفلاح معروف جدا عندنا في اسكندريه، الكبده بتاعته الحقيقه كانت حلوه جدا ما فيهاش غلطه فعلا ولا اي حاجه، بس انا التتبيله بتاعت الناس اللي جم بعديه عجبوني اكتر منه. يجي بقى المركز الثاني عم امين. احسن قيمه قصاد سعر في الحلقه كلها، ارخص ساندوتش وطعم حلو جدا جدا جدا، تتبيله حلوه قوي قوي قوي، والساندوتش يعتبر كان حشو كتير ومليان، كان عالمي الحقيقه. انا بقى برنس الحلقه واحلى واحد فيهم كلهم في الطعم الحقيقه كان الحرش. فعلا كان طعم التتبيله بتاعته عالميه، رغم ان انا حاطه في المركز الاول، رغم ان الحشو بتاع عم امين كان احسن منه، بس هو بصراحه كان طعم كبده لا كان حلو قوي قوي قوي. فعلا لما حدش جربه لازم يجرب، ترشيح حلو قوي. وبس كده، دي كانت نهايه حلقه النهارده. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم. طبعا اماكن الكبده في اسكندريه كتيره جدا، انا غطيت كده 5 على السريع اللي جم في بالي النهارده، ممكن نعفت حلقه او حلقتين كمان على الباقي في اسكندريه، ولكن انا لميت اللي موجود كده في المنطقه اللي حواليا وسط البلد يعني وكده. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، ما تنسوش بقى اللايك بتاعكم الجميل، واشوفكم بخير الفيديو الجاي. سلام.